مستمعي بي بي سي في كل مكان، أهلا بكم وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم عنها في نصف ساعة. بدايتنا في أولى حلقات هذا الأسبوع من أصداء المقطع المصور الذي ظهرت فيه جثة مقاتلة كردية شمال سوريا وهي تتعرض للتمثيل والتشويه، وهو ما يزال يثير الغضب والجدل بين السوريين، حيث ظهر مسلحون سوريون يشاركون في عملية غصن الزيتون التي تشنها تركيا على منطقة عفرين، وهم يمثلون بجسد الفتاة ويوجهون لها الشتائم. بي بي سي قد تحدثت إلى عائلة المقاتلة الكردية التي أكدت اسمها الحقيقي لكنها رفضت الإعلان عنه تخوفا من الانتقام. معنا عبر الهاتف أيضا السيد محسن عوض الله الصحفي المصري والباحث في الشأن الكردي الذي أجرى حوارا صحفيا خاصا مع شقيق المقاتلة الكردية. أهلا بك سيد محسن. بداية، هل من تفاصيل عن قصة الفتاة وما تعرضت له؟ اهلا بحضرتك وبالساده المستمعين. اولا يا بارين اسمها الحقيقي امينه عمر، من مواليد عام 1991، عمرها الان 27 عاما. هي بنت لعائله تتكون من 9 اشقاء، 6 منهم اناث و3 ذكور، معظمهم ملتحقين بقوات ووحدات حمايه الشعب والمراه. بارين لم تكمل دراستها بعد الإعدادية والتحقت في 2014 بالوحدات الكردية. نجحت عائلتها ل20 من 4 سنوات. طبعا بارين شاركت في قتال داعش في كوباني وفي مدينة رقة. هي طبعا الشيء اللي لفت يعني هذه ليست المرة الأولى التي تشارك في جبهات القتال الأمامية. لا لا لا، هي واجهت داعش في كوباني ورقة، ويعني أثبتت شجاعة، يعني شجاعة منقطعة النظير، يعني بحسب مصادر داخل أسرتها. يعني هي تتميز أنها يعني لا تعرف الخوف كما قال لي نصر. يعني كانت هناك تفاصيل عن فكرة أنها اختارت البقاء في هذه المنطقة العسكرية بمفردها فواجهت هذا المصير أن قتلت بالفعل. هل من تفاصيل عن الحادثة؟ كيف قتلت؟ هل فعلا اختارت البقاء وحدها؟ هي رفضت الاستسلام وتسليم المنطقة اللي هي كانت فيها. فتم طبعا حدث ما حدث. يعني هي زي ما احنا قلنا، يعني من النوع الذي يرفض فكرة الاستسلام، تتميز بشجاعة منقطعة النظير، فكانت تأبى في نفسها أن تسلم كمقاتلة عسكرية، أن تسلم منطقة تشرف عليها إلى فصائل ترى فيها أنها عدو. هل حصلت الأسرة على الجثمان؟ للأسف لا. طبعا بحسب مصادر ان وحدات حمايه الشعب هي من تواصلت مع فصائل بالجيش السوري الحر، فابلغوهم انه لا يوجد جثمان، وان الجثمان تم يعني القضاء عليه او تقطيعه بشكل كامل. ما هي الاصداء الان وسط الاكراد بعد هذه الحادثه؟ طبعا مسألة وقعت بارين نقطه فاصله وعمقت الغضب الكردي تجاه من يسمون نفسهم فصائل الجيش الحر والقوات المتحالفه مع الجيش التركي. هناك حاله رغبه شديده في الانتقام والثأر لبارين، ربما شاهدناها في الايام القليله الماضيه، حيث تم تنفيذ اكثر من عمليه ثأرا للشهيده. سيد محسن، يعني انت باحث في الشأن الكردي، فيما يتعلق تحديدا بالمرأة الكردية المقاتلة في الصفوف والجبهات الأمامية للقتال، لماذا لا نرى تراجعا بين النساء رغم يعني تعرض بعضهن لمثل هذه الحوادث أو فيما سبق حوادث سبي أو اغتصاب، ومع ذلك لا تتراجع المرأة الكردية عن المشاركة في هذه الجبهات؟ هل من تفسير لذلك؟ هي المرأة الكردية تعتبر حالة خاصة وسط نساء الشرق الأوسط، فيعني هي لا تنظر لنفسها على انها جزء من متاع للرجل. هي ترى في نفسها انها لا تقل في شيء عن الرجل، والشجاعه احد اهم سماتها. فكره انها تتنازل او تتراجع عن جبهات القتال هذا غير موجود في الموروث الثقافي الكردي. حتى على مر التاريخ شهدنا الكثير من الكرديات الذين اثبتوا قيادات واصبحوا زعيمات للاكراد. ماذا عن العائلات أو الأسر؟ ألا تتخوف العائلات أنفسها على فتيات أو بناتهن من المشاركة في هذه الجبهات القتالية؟
لا، هنا نتحدث عن ثقافة مجتمعية. ثقافة مجتمعية، المجتمع الكردي يرى المرأة لا تقل عن الرجل في أي شيء. المرجعية خاصة يعني تحديدا أكراد سوريا، المرجعية الفكرية لمعظمهم هو السيد عبد الله أوجلان، وهو الذي يرى أن المرأة إما أن تحرر بالكامل، يجب أن تكون في مصاف الآلهة، تحظى بكامل الحقوق، لا ينظر لها على أنها متاع أو لا. يعني ليس فقط ثقافة الفتيات أنفسهن، إنما أيضا هي ثقافة المجتمع. ثقافة مجتمع بالكامل. احنا شاهدنا قبل برلين بأيام كانت حادث الاستشهاد المقاتلة أبيستا خابور نفذت عملية انتحارية في دبابة تركية ما أسفر عن تدميرها بالكامل ومصنع كل من فيها. احنا بنتكلم بنتكلم عن ثقافة مختلفة. ثقافة عامة. شكرا لك سيد محسن عوض الله، الصحفي المصري والباحث في الشأن الكردي.